النهاردة هنعمل فكرة تحفة بعلب الكبريت. اللي أول مرة يشوفني، أنا رندا الفزاري، فنانة تشكيلية، بعمل فيديوهات تعليم رسم وأشغال فنية. اللي لسه ما اشتركش بقى في القناة يشترك ولايك وشير الفيديو وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة. هنشتغل النهاردة بعلب الكبريت الفاضية. أنا هنا كنت جايبة 9 علب، بس زودتهم بعد كده خليتهم 12. هنبدأ نلزق العلب في بعضها. الأول طبعا كنت مقررة هعمل كل صف 3، بعد كده خليتهم 4. أهم حاجة ان احنا واحنا بنلزق نساوي العلب مظبوط قوي مع بعض، ما يبقاش فيه فرق. نحاول على قد ما نقدر قبل ما يلزقوا ان احنا نظبطهم كده عشان يكونوا كلهم متساويين. طبعا تقدروا تستخدموا اي حجم تحبوه، بس الحجم الصغير شكله كيوت قوي، وهتشوفوا الشكل النهائي هيعجبكم قوي قوي ان شاء الله. كده خلاص لزقت ال4 الاولين مع بعض. هبدأ بقى اكمل الباقي كله بنفس الشكل كده، وهسرع بقى الفيديو عشان ما اطولش عليكم. بعد ما عملنا الصفوف خلاص هنبدأ ان احنا نلزقهم في بعض بالشكل ده، ونظبطهم كده جنب بعض مظبوط. بقى عندنا 3 صفوف، كل صف فيه 4 علب كبريت. هنجيب اي كرتون عندنا. انا جبت ظهر سكتش كانسون عشان بيبقى ناشف شوية. وهنبدأ ان احنا ناخد مقاس العلب، بس هنزود مثلا حوالي سنتي من الناحية دي ومن الناحية دي. انا بحاول اظبطها على قد ما اقدر عشان تبقى مظبوطة وما يبقاش في ناحية مختلفة عن الناحية التانية. بعد كده بعد ما اخدنا المقاسات خلاص تمام، وفرق سنتي من الناحية دي وسنتي من الناحية دي، هنجيب اي CD قديم، ونبدأ ان احنا نسيب برضو مسافة كده من فوق، وناخد نرسم شكل الCD ونحاول نوسطنه على قد ما نقدر. هنظبط كده من الناحيتين. هناخد جزء بس من الدايرة بتاعة الCD. ممكن طبعا تعملوا ببرجل لو مفيش CD او طبق او اي حاجة متاحة ليكم. مين لسه بقى ما عملش سبسكرايب على القناة ولا عمل لايك للفيديو وفعل الجرس عشان يوصله الفيديوهات الجديدة؟ خلاص كده بقى هنقصها. ده الشكل اللي احنا المفروض عملناه يعني. هنظبط برضو حاجات بسيطة كمان. هبدأ ان انا ادعم الارضية بتاعة العلب برضو بالكرتون. هاخد بقى اشيل بس الحتة اللي جوه دي عشان متلزقش معايا، وهبدأ ان انا الزقها كده برضو على كرتون تاني واقصها بحيث تبقى ايه جامدة من تحت، ما تبقاش ضعيفة. وهنلزقها بقى في مكانها. نخلي طبعا الحتة اللي احنا دعمناها دي من تحت، عايزين تحطوا من فوق كمان مفيش اي مشكلة خالص، تقدروا تحطوا. انا حبيت كمان اعمل في الحروف كده زاوية
حاساها يبقى شكلها ألطف. نخلي بالنا بقى واحنا بنلزق ان احنا ما نزودش قوي في الشمع عشان ما يدخلش لجوه فيضايق ال- العلب نفسها اللي هتدخل فيها، متاخدش مساحة يعني. بس كده، اي قماش بقى عندنا وغير ابيض، وهنبدأ ان احنا نغطي الشكل ده. يستحسن القماش يكون دانتيل او فيها حاجة فيها ملمس كده، هيدي شكل احلى قوي. هتشوفوه في الاخر عامل ازاي. كده غطيناها كلها، هنسيبها بقى تنشف. على ما تنشف هنجيب الاجزاء دي اللي هي الادراج بقى وخرز، ونبدأ نحط في كل واحد خرزة زي المقبض كده بتاع الدرج. ممكن تحطوا على الخرزة نفسها وتلزقوها، او ممكن تحطوا على العلبة نفسها وتلزقوا الخرزة، ايا كان يعني. طبعا لو اطفال بيعملوا الموضوع ده ياريت حد كبير يساعدنا، عشان الشمع بيبقى لسعته وحشة أوي. هنعمل بقى كله بالطريقة دي. انا هنا بقى جبت حبل اي سمك انتوا تحبوه، ولفيته كده على الحروف. مش مشكلة اللون، لان احنا هنغطي كل ده بلون تاني. اي لون عندكم تقدروا تستخدموه، اي لون قماش، اي لون خيط، مفيش اي مشكلة. جبت كمان خرز خشب كده، واعمل بيه رجول من تحت عشان تبقى مرفوعة شوية عن الارض. وهنلونها بقى باي لون تحبوه. انا هنا عملته بالنبيتي، دي الوان اكريليك. تقدروا برضو تلونوا باي الوان عندكم، بس الاكريليك ميزتها ان هي هتحميه شوية من المية، ومن يعني مش هتتأثر. هلونها كلها، وهلون الادراج كمان من جوه ومن بره ومن كل حتة. بقت في الاخر بالشكل ده. بعد ما دخلنا كمان الادراج، هجيب لون ذهبي وابدأ بس ابين بقى الحبال والخرز بتاع الادراج. وهحط كمان برضو على الرجلين من تحت.
لازم نسيبها بقى تنشف خالص، وهنجيب بقى اي مراية قديمة عندنا وهنلزقها. ممكن لو عندكم بقى خرز او عندكم شرايط من دي، انا هنا جبت ده وقصقصته. ممكن الخرز اللي هو نصاص، خرز عادي لولي، اي حاجة بقى على ذوقكم. ممكن تلفوه برضو حواليها حبل. كده تبقى خلصت خلاص. طبعا الادراج صغيرة، فيا دوبك تاخد مثلا اكسسوري او حلقان سلاسل حاجات كده بسيطة. تقدروا تحطوها على التسريحة او في اي مكان، او بس ما تستخدموش الادراج كادراج، تستخدموها كديكور. يا رب تكون الفكرة عجبتكم. ما تنسوش بقى اللي مش عامل سبسكرايب للقناة يعمل، ولايك للفيديو لو عجبكم، وكومنت وشير، وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة اللي بتنزل على القناة. مستنية رأيكم في التعليقات تحت الفيديو، ما تنسوش تكتبولي تعليقاتكم، بتفرحني قوي. وكمان مستنية تطبيقاتكم، لو عجبتكم الفكرة وطبقتوها ابعتوها على جروب الفيسبوك او قناة التليجرام، هتلاقوا اللينكات تحت الفيديو. اشوفكم فيديوهات تانية كتير على خير بإذن الله، سواء أشغال فنية أو تعليم الرسم.